اهلا بيك في تحدي 95% في 20 يوم بس. لو انت ثالثه ثانوي وعايز تجيب فوق 90% وفاكر ان مفيش وقت، فللاسف انت غلطان، لاني هديك 3 خطط كل خطه منهم مناسبه لمستوى معين من الطلبه، ومستواك مش هيخرج من ال3 مستويات دول. ده غير اني هعمل لك معسكر وهعرفك نظامه في اخر الفيديو، واللي هيكسب فيه ليه جايزه كبيره قوي. لكن قبل كل ده هعرفك قصه طالب من دفعتك انت طبقت معاه التحدي ده، في مشاكل اللي واجهته اثناء التحدي هتقابلك انت كمان، لكن ما تقلقش لاني هعرفك حلها كلها. فلو انت عايز تضمن ال 20 يوم الجايين دول باذن الله ما تضيعش لحظه من الفيديو ده. اما بقى لو انت ناوي تتوه فيهم فللاسف انت هتخرج من الفيديو. اواخر شهر 4 سنه 2025 اللي هو تقريبا من فتره شهر، كان في طالب من دفعتك اسمه محمد ده بقى الحقيقه بدا السنه بحماس جدا وكان ماشي كويس جدا، لكن بعد الشهر الاول بدات معاه لعنه التراكمات. ده غير ان كمان حصلت له ظروف في نص السنه، فللاسف وصل نهايه شهر 4 وهو في حاجات كتير من المنهج ما فتحهاش. ايه ده يا دكتور ده؟ انت زي ما تكون بتتكلم عليا يا راجل، انت بتلجح عليا ولا ايه؟ وهنا محمد حس ان خلاص ما عادش فيه امل وان كل يوم بيراكم اكتر من اليوم اللي قبله. وشاءت الاقدار ان محمد طلب مني المساعده وبدا فعلا انه يتابع معايا، ودي تحديدا كانت اللحظه اللي بدا فيها حرفيا كل شيء يتغير. اهم حاجه عملناها هي اننا بدانا نحدد ايه هي الخطه اللي احنا هنمشي عليها. يا معلم انا عايز خطه انا كمان. عزيزي المذاكراوي ما تقلقش، انا هديك الخطه المناسبه لمستواك اللي انت موجود فيه حاليا كمان شويه في الفيديو. لكن برضو يؤسفني اقول لك انك من غير الحاجات اللي نفذها محمد عمرك ما هتقدر تلتزم بالخطه. واللي هم كانوا باختصار 4 حاجات بالظبط تنفذهم خلال 20 يوم. اول يوم بدانا نحدد موقعنا فين في كل ماده، ففي مثلا حاجات احنا مذاكرينها كويس ومش محتاجين نبص عليها دلوقتي، حاجات تانية انا حاسس ان انا محتاج اكد عليها اكتر فهضطر اذاكرها مره تانية، حاجات تالتة تقريبا ما اعرفش عنها اي حاجه، فهي الحاجات دي اللي قررنا نبدا بيه. وبالفعل رسمنا الجدول وبدانا نمشي عليه. لما جيت بعد كده بقى على اليوم الخامس ابص على محمد واساله ها يا محمد عملت ايه النهارده؟ لقيت محمد ما شاء الله ماشي كويس جدا ومخلص الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها، ربنا ينولها لكل مشتاق. وده سببه بعد توفيق ربنا هو اننا نفذنا الخطوه الثانيه، وهي ان محمد كان كل يوم حرفيا لازم يحاسب نفسه. ده غير اني كنت بساله كل يوم ها رجمت حاجه النهارده او في حاجه وقعت منك، بحيث لو حاجه وقعت منه نظبطها على طول. والمفاجاه بقى ان بالرغم من ان في فعلا ايام كان محمد بيراكم فيها الا انها ما اثرتش علينا. قول لي ازاي يا سيدي؟ وهنا دايما بنبدا اليوم بان احنا نخلص الاولويه بالنسبه لنا وهي الحاجه الصعبه الرخمه البايخه، فبالتالي بقى لما حاجه بتقع منه في باقي اليوم بنقدر ان احنا نهندلها بسهوله بقى بعد كده في الايام الثانيه. ده غير ان في موضوع بيلخبط طلبه كتير جدا وممكن يكون لخبطك انت شخصيا، الحمد لله ما عملناهوش، ودي ايه بقى ان شاء الله. هو ببساطه ان الطلبه كتير جدا بتبقى عايزه تحل كتاب تاني في كل ماده، فيروح جاي لك اليوم كده بسم الله الرحمن الرحيم انا هخلص محاضره الاحياء دي، فيبدا يحل 3 4 كتب على الاحياء، فيجي بقى بعد كده اخر يوم يلاقي نفسه ما حلش غير الاحياء وراكم الكيمياء والانجليزي. فاحنا كنا مركزين ان احنا نخلص مصدر واحد بس في كل ماده. بص يا معلم، يعني انت بتهري كتير وانا مش بطيئك بصراحه، بس انا لقطت كده انك بتقول يعني ما حلش كتاب تاني في كل ماده ولا ايه؟ لا عزيزي المذاكره بعد اذنك انا ما قلتش كده، احنا كنا ببساطه شديده بنبدا ان احنا نخلص كل ماده مطلوبه مننا في اليوم، بنبدا نخلصها من مصدر واحد، بيتبقى بعد كده بقى معانا وقت باقي اليوم، فنبدا بقى ان احنا في الوقت الفاضي ده نبدا ناخد مصدر تاني في الماده اللي احنا حاسين ان احنا ضعيفين فيها. لكن لو فاكر ان الموضوع كان سهل فانت غلطان قوي يا عزيزي المذاكراوي، لان محمد كان كل يوم بيقاوم كميه احساس الاحباط اللي بيجيله، بيحاول يبذل مجهود اكتر، وفي ايام بيقلل النوم وايام تانية ما بيقومش خالص من على المكتب، لانه دايما كان شايف تقصيره طول السنه قدامه، وفي نفس الوقت انا كنت زارع في دماغه ان لسه باقي امل. وفضل فعلا يقاوم كل الافكار اللي بتجيله دي لحد ما جه اليوم ال15، وهنا حرفيا شفت اكتر رساله صدمتني من ساعه ما كلمتك. جيت بفتح الموبايل كده لقيت محمد باعت لي دكتور انا خلاص قررت ان انا هاجل السنه. بقول له ليه بس يا محمد؟ قال لي لا بصراحه انا ان شاء الله هاجي السنه الجايه وهبقى حلل اكتر بكتير وهبقى واثق اكتر من كده وانا داخل الامتحان، لاني خلاص مش قادر اذاكر حرفيا من كتر التفكير اللي في دماغي. قال له بصراحه يا محمد كده انا ما بشوفش الغيب لكن انت لو اجلت هتيجي حرفيا نفس الوقت ده السنه الجايه وهتبقى عايز تاجل برضه، لان ببساطه شديده يا محمد الفكره والمشكله مش في مذاكرتك انت. السبب ربنا عرفه لنا في القران لما قال لنا الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفره منه وفضلا، والرسول كمان قال لنا يا محمد اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فلي يغرسها. مع ان الفسيله دي عمرها ما هتبقى شجره ولا نخله ولا اي نبات موجود فعلا، لكن الفكره ان ربنا امرنا ان احنا نسعى وتكفل هو بالنتيجه، ومش اي نتيجه، ده ربنا بيقول لك والله يعدكم مغفره منه وفضلا. بالفعل الحمد لله اقتنع محمد وقرر ان هو يكمل السنه، وجي على اليوم ال20 الحمد لله قال لي ان هو خلاص خلص المنهج. وحاليا بقى احنا هنبدا في خطه ال20 يوم الجايين، ودي اللي انا جاي اقولها لك. كان كمان اسمح لي اقدم لك قبلها هديه مجانيه تماما، وده لاني عارف ان في طلبه كتير جدا بتكره الفيزياء، وفي ناس كتير لحد دلوقتي في مشاكل كتير وقع بالنسبه لها في الفيزياء. كان في قناه طالعه جديده على يوتيوب وقدرت ان هي ما شاء الله تعمل انجاز رهيب في شهرين بس، انها وصلت 12000 مشترك، ده لانهم بيقدموا المنهج كامل بمراجعته النهائيه بعصير الكتب بليالي الامتحان، كل حاجه
مجانا. لكن اللي خلاني اقدمهم بقى النهارده هو ان عندهم حاجه مميزه، هو ان هما 2 باشمهندسين بيشرحوا، وعلى كلامهم ان الطلبه حبت الموضوع ده جدا وقدرت تفهم الفيزياء بجد من خلالهم. فانا هسيب لك لينك القناه تحت في الديسكريبشن تقدر تشوفها وتحكم بنفسك. اما بقى حاليا خليني اقول لك انك عشان تقدر تفهم الخطه لازم تعرف ان الدفعه حاليا بتتقسم 3 مستويات. النوع الاول وده تقريبا بيمثل 5% بس من الدفعه، هو ببساطه الشخص اللي خلص المواد ومحتار يعمل ايه بعد كده. لا مالناش دعوه بيهم دول. اهو ده بقى هيبدا ان هو يحل كتاب تاني في كل ماده في ال10 ايام الاولانيين، بينما ال10 ايام التانيين يبدا ان هو ياخدهم حل شوامل. اما بقى بالنسبه للنوع الاكبر منه شويه وده بيمثل حوالي 10% من الدفعه، وده النوع اللي لسه حرفيا بيبدا دلوقتي. ايوه بقى يا معلم، ده انا هعمل ايه بقى؟ فده بقى هياخد اول 15 يوم يبدا يخلص فيهم المنهج، بينما اخر 5 ايام يبدا يحل فيهم شوامل على قد ما يقدر. اما بقى بالنسبه للمستوى الثالث واللي بيمثله 85% من الدفعه، اللي هو ببساطه ذاكر وعارف حاجات كتير في المنهج قوي، لكن برضه للاسف في حاجات لسه واقعه منه. لا المره دي بقى ده كان انا عادي جدا. فده بقى هياخد اول 10 ايام يبدا يذاكر فيهم اي جزء حاسس ان هو قلقان وخايف يخش الامتحان عليه، انما ال10 ايام التانيين يبدا ان هو يحل شوامل ويطحن نفسه برضه فيه. ولو انت بتسال فين الخطط اللي انا بقول لك عليها دي كلها، فانا هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. ده غير ان ده هيبقى نفس الجروب اللي هيبقى فيه معسكرنا وهتتعلن عليه جاي. ادخل فيه حالا وتعالى عشان اعرفك بقى نظام المعسكر اللي احنا هنمشي عليه وايه هي اصلا جاي. من المشاكل اللي انت هتقابلها عزيزي المذاكراوي هو انك بعد 3-4 ايام هتبدا تحس بالاحباط، عشان كده قررت اعمل لك معسكر نبدا فيه اليوم كلنا باننا ننزل هنخلص ايه في اليوم ده، واخر اليوم بقى هنيجي نشوف مين اكتر واحد انجز فينا، واكتر واحد هيلتزم على مدار المعسكر هيكون ليه جايزه اني هتابع معاه شخصيا الفتره الجايه. لكن لو انت حاليا بتسال بقى ازاي تقدر تلم اي ماده مع ادائك، فهتلاقيني شارح الطريقه بالتفصيل في الفيديو ده. المذاكراوي ما تنساش تصلي على النبي. سلام.